السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. كل عام وحضراتكم بخير بمناسبة العام الهجري الجديد. بقالي فترة كبيرة جدا ما بعملش فيديوهات، لأن قرفت من كرة القدم المصرية وقرفت من الأشكال اللي في كرة القدم المصرية. في البداية ما تنساش تصلي على حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ولو انت زملكاوي اكتب في كومنت: عاش الزمالك، تحيا الزمالك. إذا كان أهل البيت بالضف ضارب، فشيمة أهل البيت إيه؟ الطبل والرقص. أنا وإن كنت الأخير زمانه لآتي بما لم تستطعه الأوائل. إيه الضجة اللي معمولة على صفقة إمام عاشور؟ ومين هو إمام عاشور؟ ومين اللي عمل إمام عاشور إلى جمهور الزمالك العظيم، إلى جمهور الزمالك الحبيب؟ ما تنجرفش وراء المهاترات ووراء الصفحات الكيدية للنادي الأهلي. تقديم إمام عاشور امبارح كيد من الكابتن محمود الخطيب، وبوجه له رسالة بقول له: عيب عليك، انت اخلاق وانت شخصية محترمة. ايه اللي الشبح وصل؟ الفيديو ده هنتكلم وهنرجع له بعد فترة. صفقة امام عاشور ونجاح امام عاشور في النادي الاهلي لا يتعدى 45%. انت هتيجي يا امام جنب مين؟ جنب رضا عبد العال ولا جنب مؤمن زكريا ربنا يشفيه؟ ولكن إمام انتقل إلى النادي الأهلي، وهذا حق مشروع للخطيب وإدارته. ولكن اللي مش حق مشروع جميع البرامج وخاصة الإعلامي أحمد شوبير اللي بيتكلم على إمام عاشور إن هو صفقة القرن. صفقة القرن يا سادة هي ميسي. وبعدين انت دفعت في إمام عاشور 3 مليون دولار غير 15 مليون جنيه. وكل الناس تقول لك إمام مش هيفيد النادي الأهلي. عفوا، إمام النادي الأهلي اللي هيدي لإمام تديله بطولات وتديله إنجازات. ولكن أقول لك أي لاعب مهما يكن هو حشرة بيقبل التيشيرت بتاع نادي الزمالك. تيشيرت نادي الزمالك تيشيرت عريق. أقسم بالله العلي العظيم، الزمالك لو بيلعب في دوري الدرجة الرابعة جمهوره هيشجعه. ايه الكلام اللي شفناه في صفقة امام عاشور امبارح؟ واوعى يا جمهور الزمالك تزعل، اوعى يا جمهور الزمالك تزعل. امام راح مش مشكلة، في احسن من امام. ولكن النادي الاهلي بيحاول مع الكابتن محمود الخطيب ومع الناس اللي حوالي محمود الخطيب، عاوزين يجيبوا فتوح وعاوزين يجيبوا زيزو. خلاص، ابعت فتوح ميتلاند او ابعتوا السد القطري، او تعالى تفاوض لو عندك الجرأة، تعالى تفاوض مع نادي الزمالك. انا ضد مرتضى منصور وتصرفات مرتضى منصور، ولكن انا بشجع كيان اسمه كيان نادي الزمالك. امام مشى يغور في 60 داهية. امام ما تنساش نفسك يا امام يا عاشور، انت كنت في حرس الحدود، لاعب في حرس الحدود، والزمالك اللي جابك وخلصك من نادي غزل المحله. امبارح ابو طالع احنا مبسوطين اللي ابننا هيلعب في نادي القرن. يا عم مع السلامه، الباب اللي يودي يا حبيبي. احنا الزمالك يا سيدي، احنا الزمالك، احنا اللي اتغلبنا من الاهلي، بس عندنا عزه نفس وعندنا كرامه ان الزمالك وجمهوره. الكره لجمهور الزمالك، الكره لجمهور الزمالك. امام عاشور في حاجات خفيه حصلت في صفقه امام عاشور، واللي يقول لك امام عاشور راح نادي الزمالك عشان عاوز يرجع نادي الزمالك. امام عاشور مخلص مع النادي الاهلي من اكتر من 4 شهور، والدور على فتوح. هو النادي الاهلي عايز من نادي الزمالك ايه؟ انا بوجه رساله لوزير الشباب والرياضه: الغي كره القدم في نادي الزمالك، الغي نادي الزمالك كله يا سيدي. كل البرامج والقنوات بتتكلم عن صفقة إمام عاشور إن هي صفقة القرن. صفقة القرن يا سادة ليست إمام عاشور.
صفقة القرن ليست هي إمام عاشور. صفقة القرن بالنسبة لي شخصيا هو ازاي نعدل كرة القدم المصرية. فساد في الاتحاد المصري، فساد في الأندية. مش هتكلم عن النادي الأهلي لأن ما يخصنيش أتكلم على النادي الأهلي. أنا مشجع زملكاوي، بشجع نادي الزمالك من أكتر من 25 سنة، وشفت مين اللي مشى ومين اللي راح. محمد صبري في مرة، النجم الكبير صاحب القدم اليسرى اللي حط هدف في أحمد شوفير، هدف يتدرس بكيت لما حسيت ان هو ممكن يروح النادي الاهلي. ولكن امام ما تحركش معايا شعر فيه. انت مين يا امام يا عاشور عشان ازعل ولا ما ازعلش؟ جمهور الزمالك اللي عملك، نادي الزمالك اللي عملك. وبعدين انا هلوم عليك ليه؟ ما عندك سيف جعفر ويوسف اسامه نبيه راحوا نادي بيراميدز، فمش عايز اي لاعب مهما يكون اسمه يلعب في نادي الزمالك. اللي عاوز يلعب في نادي الزمالك وعنده رغبه يلعب في نادي الزمالك يجي، انما ما تجيش تبص للتيشيرت بتاع نادي الزمالك وانت مش هقول خاين، لان اللفظ ده مش هطلعه اطلاقا، مش هطلع اللفظ ده اطلاقا. هو احتراف. وريني نفسك يا سيدي، انت تعشق النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي. نسى اللي انت عملته في الكابتن الخلوق صالح سليم مش شغلانتي ولا قصتي ان انت بوست التيشيرت، وقصتي الاعلام المصري الرياضي الفاسد، الاعلام المصري الرياضي الفاسد، وخاصة قناة الزمالك. شوف بقول لك، قناة الزمالك اعلام فاسد، كله بيشتغل عشان يستفيد، كله بيشتغل عشان يستفيد. وبعدين يا اخي تعال اقول لك على حاجه، انت فين على خريطه كره القدم العالميه؟ ده انت ما سويتش المنتخب المغربي وانجازات المنتخب المغربي. انت فين يا مصري بكره القدم المصريه؟ انت فين؟ حاجه تجيب القرف وتجيب الضغط، شويه اعلاميين رياضيين مش عارف اللي حطهم في المكانه دي مين اساسا. على العموم واليوم مبروك لجمهور الاهلي على امام عاشور، ويا سيدي بالسلامه. امام الوقت بقى حبيبك، والوقت موجود في ملعب استاد القاهره لمتابعه لقاء حرس الحدود. والايام بيننا، الايام ستظهر هل سينجح امام عاشور مع النادي الاهلي. امام لعيب ممتاز، يلعب في 6، يلعب في 8، يلعب في 10، يلعب باك يمين، يلعب جناح، ممتاز امام، وصفقه رابحه للنادي الاهلي. ولكن هل امام عاشور هيتاقلم مع النادي الاهلي؟ وهل امام عاشور هينجح مع النادي الاهلي؟ النهارده برفع القبعه لجمال حمزه بعد ما وقع للنادي الاهلي، رفض انه يرتدي تيشيرت النادي الاهلي. لا عاوز تيشيرت الزمالك، يا اهلا ويا مرحبا. هجاص كوره يرحب بكم، دمتم في امان الله.